ان احنا بطبعنا كشعب مصري ما بنعرفش نقول مش عارف. كلمه مش عارف دي صعبه. ادي لنفسك كده براح 5 ثواني 10 ثواني انك تفكر كويس. بعد كده اقول له مين يقدر يقول لي يعرفني بنفسه ازاي؟ حد يرفع ايده. يا تقنعهم عشان ما فيش حاجه غير كده. بس شكرا جدا لكم على حضوركم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم. معلش على التاخير، الساعه دلوقتي 12:30 يعني المفروض كنا نبدا في مواعيدنا، بس معلش. شكرا جدا لكل الناس اللي حضروا في ميعادها، انا ممتن جدا ليكم الحقيقه. ان شاء الله يكون سيشن لطيف، ان شاء الله نكون كلنا مستفيدين منه باكبر قدر ممكن، وعلى الله يتسهل. طيب بدايه بالنيابه عن البورد الكريم المنسق ونائب المنسق وكل الليدرز اللي معانا، برحب بيكم في كيان سند تابع لوزاره الشباب والرياضه. وان شاء الله النهارده هيكون عندنا اول سيشن عن الانترفيو. فبدايه يعني نسمي الله كده ونبدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله نبدا. طيب معانا النهارده سيشن عن الانترفيو، معاكم اخوكم محمد حاتم. فبسم الله نبدا. طيب اول حاجه ده نبدا تعريفيه عني. انا محمد حاتم، فرقه رابعه كليه الطب البشري جامعه كفر الشيخ، ومعاكم فايس هنا في تيم الموارد البشريه الاتش ار في كيان سند. وكان ليا خبرات تطوعيه قبل كده في اتش ار ليدر في كيان المميز التعليمي، وبرضه شاركت في اعمال تطوعيه هنا في جمعيه طبيب وفي كامسه برضه، وشويه نشاطات خاصه كده بيا. فيعني ده نبدا سريعه بسيطه. طيب المفروض اللي ان شاء الله هنطلع منه من السيشن بتاعنا عن الانترفيو. السيشن بتاعنا ان شاء الله هيتكلم على كام حاجه، والاوت كامز اللي المفروض هنطلع بيها 3 حاجات. اول حاجه مفهوم الانترفيو واهميته، تاني حاجه مراحل الانترفيو وازاي نستعد ليها كويس، وطبعا اكيد ان احنا محتاجين في كل حاجه نعرف ايه المشاكل اللي موجوده والمفروض نتدرب عليها عشان نعدلها. طيب قبل ما نبدا في جمله بس كده بسيطه محتاجين نبدا بيها او نمهد بيها، يعني ان الانترفيو هو مش اختبار، ودي حاجه مهمه بس محتاجين ان احنا نكون عارفينها. هو مش تيست انت بتحضره واللي قدامك بيسالك وانت بتجيب، لا خالص، الموضوع مش كده، بالعكس هي فرصه انت بتسوق نفسك بيها بشكل كويس. انت كانسان انت بتسوق نفسك، لان التسويق مش مقتصر على ان انت معاك مثلا بريزنتر كليكر انت بتسوقه هبيعه لك ازاي، لا انت نفسك لازم تستثمر فيها كويس، ولازم يعني تماركتنج لنفسك، ان انت توضح كل حاجه، ان انت يعني تبين انت شاطر في ايه. عليكم السلام، اتفضلي. ان انت شاطر في ايه، اتفضلي. ان انت شاطر في ايه وايه الحاجات اللي انت مميز فيها، فانت بالتالي الناس هتجيلك هي، مش انت اللي هتدور عليهم. فدي اول حاجه. فانت قدامك حل من 2، يا تقنعهم عشان ما فيش حاجه غير كده. طيب قبل ما نبدا في محتوى السيشن سؤال سريع كده، يعني احنا مش عاوزين برضو الموضوع يبقى وان واي، يعني واحد بس هو اللي بيتكلم، عاوزين الموضوع يبقى تفاعلي شويه. مين فيكم هنا حضر انترفيو قبل كده غير الانترفيو بتاع سند، بره سند؟ ماشي، اتفضلي. اسمك الاول، عرفينا باسمك. اهلا وسهلا بيك يا حنين. طيب حضرتي سيشن قبل كده؟ حضرتي انترفيو قبل كده؟ كان عباره عن ايه؟ كانت اسئله شبه يعني انت بتسال في العموم، اللي هو مثلا تمام. في نفسك مثلا لو كنت مقلوبه في الصندوق، فمثلا بيقولوا لو اتحطيتي في موقف ان مثلا انت وصاحبتك حد فيكم يتناقض مع التاني، ممكن تتصرفي ازاي؟ ايه نقط ضعفك؟ جميل كده يعني. جميل تمام. مين اللي كان بيعمل معاك الانترفيو؟ دكتور سندان. يعني الهيكل الاداري هو اتش ار مانجر كده يعني في المنظمه. تمام جميل. حد تاني يا شباب؟ ناخد حد من الرجاله اللي ورا؟ مفيش خالص ابدا. طيب اتفضلي، عرفينا بنفسك الاول. اسماء سعيد. اهلا وسهلا. هو كان تبع المجلس الجامعي مركز التطوير المهني هنا بالجامعه. هو كان عارفين بنفسك وخلاص على كده اللي حابه تشتغلي معانا عشان تمام جميل يعني. جميل. طيب بالنسبه ليكي يا اسماء، الانترفيو اللي عملتيه اللي بعد كده انت اتقبلتي ولا اترفضتي؟ اتقبلتيش. طيب وانت يا حنين؟ اتقبلتي. طيب ادوكي فيدباك انت اترفضتي ليه؟ عشان هو انا اولا كنت متوتره، والحاجه اللي كنت بسعى كده ان هم كانوا محتاجين، يعني انا ما كانش عندي الحاجه اللي هم كانوا محتاجينها. تمام. بالكواليتي اللي هم عايزينها. غير الحاجه ده كنت كده مثلا اشتغل نفسي اكتر شويه. كلام جميل، مفيش مشكله. والفيدباك دي نقطه مهمه، ودي اللي ان شاء الله هنوضحها بعد النهايه دي. طيب اتفضلي اتفضلي. طيب عشان بس تجاوبوا بعد شويه كده بدل ما نختار عينات. ماشي. بعد كده زي ما قلنا الانترفيو هو مش اختبار، هي فرصه انت بتسوق بيها نفسك بشكل كويس. فانت قدامك حل من 2، يا تقنعهم مفيش حل ثالث غير كده، لان انت كده يعني بتستخسر في نفسك حاجات كتيره. ماشي.
زي ما قلنا ده من شويه. طيب نبدا بقى نوضح في صلب السيشن واللي احنا هنتكلم فيه. عندنا شويه مفاهيم رئيسيه احنا هنتكلم عليهم قبل ما ندخل في مراحل الانترفيو. عندنا اول حاجه يعني ايه انترفيو؟ اسم احنا بنسمعه كتير، انترفيو انت كده ما بقتش جامد ان انت عارف، لا انت محتاج تعرف هو ايه كاساس ساينتفك. تاني حاجه ايه قيمته وليه هو موجود، ليه كل الشركات وكل المؤسسات بتعتمد على ان الانترفيو ده حاجه اساسيه من المحتوى اللي موجود. طيب ماشي، اول حاجه عندنا يعني ايه الانترفيو؟ الانترفيو هي عباره عن مقابله ما بينك وما بين جهه العمل، سواء كانت اوف لاين او اون لاين. مقابله ما بينك وما بين جهه العمل بمعنى ان انت مش شخص واحد بس هو اللي موجود وبتتكلم بشكل عشوائي، لا هو في حد قدامك، طرف تاني قدامك، فالطرف التاني اللي قدامك ده هو بيسالك وانت بترد عليه. فلذلك هي بيتم فيها عمليه تقييميه بينك وما بين جهه العمل، بتعرض فيها خدماتك وامكانياتك. وخلي بالكم عمليه تقييميه، يعني انت بتقيمهم وهم بيقيموك، لان انت ممكن يكون انت المكان مش مناسب ليك، هم شايفينك مناسب ليهم بس انت مش مناسب ليك، ومش ده الهدف اصلا اللي انت بتبقى موجود عليه. طيب بتعرض فيها خدماتك وامكانياتك وفقا لاحتياجاتهم ومتطلباتهم. اكيد انت مش هتبقى واحد مثلا بتاع فويس اوفر رايح تقدم في مكان طبي، مش منطق يعني. لازم تكون برضو انت عارف انت بتقدم فين وبتحدد فيها هل انت الشخص الانسب للدور والمكان ده ولا لا. ونقطه الانسب دي يعني نحط عليها 100 خط بعد شويه هنتكلم فيها. تمام. طيب ايه قيمته؟ الانترفيو ليه كل الشركات بتبقى مصره عليه؟ لان هو بيقيس فيك كام حاجه، اهمهم طبعا السكيلز بتاعتك، المهارات بتاعتك. وليكن انت واحد مثلا انت واحد دكتور بتعرف تشتغل جراحه، طيب انت دلوقتي هل هتعرف تعمل العمليات دي بالطرق الجديده؟ ممكن لا، يبقى انت مش مناسب هنا. انت واحد دلوقتي شغال في السيلز، هل انت بتعرف تشتغل كده او لا؟ انت واحد مثلا جرافيك ديزاينر، هل انت بتعرف تعمل ديزاينات ولا لا؟ فده نقطه مهمه بيقيسوا فيها السكيلز بتاعتك. تاني حاجه الشخصيه، والشخصيه ديت يعني في الوضع الحالي هي حاجه لا تقل اهميه عن مهاراتك والطريقه اللي انت بتشتغل بيها. بمعنى ايه؟ البيرسوناليتي والاتيتيود بتاعك بتكون حاجه مهمه. انت مثلا دلوقتي واحد دخلت عليهم في الانترفيو، فرضت الكاريزما بتاعتك، انت واحد شافوا منك ان انت شخص مسؤول، شافوا منك ان انت مش بتاع تهريج مش بتاع لعب، فده طبعا هتديك ميزه عن اللي جاي مش فارق معاه، داخل اللي هو مجرد بيجرب بيشوف هيعمل ايه. فاكيد الموضوع ده بيدي ميزه عن واحد عن التاني. واهم حاجه الالتزام بتاعك، الكوميتمنت بتاعتك مهمه جدا، وده يعكس حاجه مهمه جدا ان انت تكون شخص مسؤول. يعني ان انت شخص مسؤول يعني ان الحاجه اللي انت مكلف بيها هتعمل عليها. وطبعا يعني ده اللي احنا وضحناه في بدايه عندنا في تيم الاتش ار. الالتزام يا شباب، الالتزام بالمواعيد، يعني المواعيد في ذمه الله، بس مش مشكله يعني. ماشي اللي بعده. تاني حاجه او اخر حاجه وهو الانترفيو معمول ليه. احنا قلنا من شويه القيمه بتاعته هو معمول ليه، بكل بساطه عشان الجمله اللي عليها خط دي انه مش احسن حد هو اللي بيتقبل خالص، بل انسب حد. انت ممكن تكون شخص جامد جدا مفيش منك اتنين، بس المكان ده مش عاوز الشخص الجامد اللي بيفرق كتير اللي بيعمل كتير، لا هو محتاج واحد على القد. ممكن مثلا تكون شهاداتك اعلى من المكان، شهاداتك اقل من المكان، فقبولك او رفضك من المكان، تحديدا الرفض مش معناه ان انت مش كويس، لا خالص، انت ممكن تكون كويس ومهاراتك كويسه بس المكان مش هو الانسب ليك. والنقطه الانسب ديت احنا هنتكلم حواليها كتير قوي في السيشن بتاعنا ان شاء الله. طيب ندخل في الحاجه اللي بعد كده وهي الانترفيو ستراكشر. الانترفيو ستراكشر يعني انا بصنفه هو عباره عن مثلث تراينجل في كذا زاويه. اول زاويه بيفور، ثاني زاويه ديورنج، ثالث زاويه افتر، قبل واثناء وبعد. بكل بساطه ناخد كده يعني مثال حيوي شويه. اعتبر نفسك عندك امتحان شفوي بكره وعارف ان الدكتور ده يعني ايه دكتور شديد شويه، فانت يعني قبل ما تدخل الامتحان مش منطقي ان انت تدخل الامتحان كده من باب للطاقه، انت ما انتش عارف حاجه، لا اكيد انت بتحضر شويه حاجات، بتذاكر المنهج اللي عليك. مثلا انت في الامتحان بتشوف الدكتور بيهتم بايه، بيهتم بلبس، بيهتم بشكل كلام من ده. وبعد كده اكيد الافتر دي اللي هي النتيجه سواء بالقبول او بالرفض. فنبدا معانا باول حاجه وهي البيفور. طيب احنا طبعا بس الاول عشان نكون عارفين ومتفقين على كام حاجه، احنا في يعني الموضوع على قد ما اقدر هيكون شويه ايه مرتب بعناوين وبشكل تدرجي عشان ما نتوهش من بعض وعشان اوصل الغايه اللي انا عاوز اقولها. اول حاجه في الستيب الاولى وهي بيفور، ما قبل الانترفيو. ما قبل الانترفيو ممكن اسمع منكم ايه اللي انت ممكن تعمله غير اللي موجود على الشاشه، يعني حاجه تانية. حد عاوز يجاوب؟ في التحضير للانترفيو ايه الحاجات اللي انت ممكن تعملها؟ جاوب اتفضل. شوف انت ايه اللي انت كويس فيه، شوف المهارات اللي عندك قبل ما تقدم اي مكان معين انت رايح تقدم فيه. جميل. عشان تعرف
انت هتقدر تقابل لهم اللي هم طالبينه منك ولا لا؟ تمام جميل حلو. حد عنده مشاركه ثانيه؟ اتفضلي. اسمك الاول؟ نسيت اقول لك اسمك بس مش مهم، ما علينا. اتفضلي. مين؟ اهلا وسهلا. مهم. كلام جميل حلو جدا. اتفضل معلش تاني اسمك؟ محمد علي. اهلا وسهلا بيك. طيب بس تاخد ولا بس؟ اتفضلي. محدش هياخد فيكم غير لما تجاوبوا يعني عموما. ماشي طيب اتفضلي. ممكن نستفسر عن المكان نفسه، الاشخاص اللي فيه ايه طبعهم يعني عامل ازاي، عشان لما يكون فاهم انت داخل على ايه، لانك ناس مسؤولين بالنسبه لك فممكن تتوتر لو طلعوا مثلا بشكل غريب عنهم. جميل جميل حلو جدا. ده احنا برضو هنقوله بعد شويه دلوقتي. ماشي طيب. نبدا باول حاجه عندنا او باول عنوان احنا هنتكلم عليه ونوضحه، وهو افهم نفسك. ودي حاجه مهمه جدا. بمعنى ايه افهم نفسك؟ في 3 سطور رئيسيه. انت عايز ايه؟ انت شاطر في ايه؟ انت ناقصك ايه؟ طيب افهم نفسك بمعنى ان انت اقعد مع نفسك كده قعده عرب، كوبايه شاي، الساعتين الجد بتوعك، اقعد كده مع نفسك افهم انت عندك ايه اصلا، انت ايه امكانياتك. انت واحد شاطر مثلا في الديزاين، ماشي جميل انا شاطر في الديزاين. انا واحد شاطر في الفويس اوفر، جميل انا شاطر في الفويس اوفر. كل واحد محتاج ان هو يفهم كويس هو شاطر في ايه او هو عاوز ايه. انت عاوز ايه اصلا من الشغل ده؟ انت ايه هدفك من الشغل ده؟ عاوز توصل فيه لايه؟ اكيد ما ينفعش ان انت تدخل كده عمياني على الله زي ما تيجي اي حاجه قدامك تعمل فيها. ماركتنج تدخل، سوشيال تدخل، فويس تدخل، ميديسن تدخل. مش منطقي يعني. لازم تكون سبيسيفيك فور سبيسيفيك، بمعنى انك تعرف امكانياتك وتحدد انت بتدور على فرصه عمل ايه بالظبط، وايه الحاجات اللي انت ممكن تطورها وتتعلمها بجانب مهاراتك الرئيسيه. لان الموضوع مش مقتصر على ان انت عندك مهاره وخلاص. جميل، المهاره دي انت ممكن تطورها بطريقه احسن من كده، وممكن ان انت تتعلم بجانبها مهارات تانية. وده اللي المفروض اي بيئه عمل محترمه واي بيئه عمل بروفيشنال بتوفر لك حاجه زي دي، لان هم في الاساس عاوزين يرتقوا بالمنظومه اللي عندهم. ايه الفايده لو انا دخلت دلوقتي كواحد في المنظمه دي بعمل دور 1 2 وطلعت وانا بعمل نفس الدور، لا اتعلمت حاجه جديده ولا اتعلمت حاجه زياده ولا طورت فيها، فده اكيد مش حاجه المفروض تبقى موجوده. طيب تاني حاجه وهي دور على فرصه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وقل اعملوا، يعني ما تسيبش نفسك كده قاعد فاضي، لا دور. انت خلاص حددت نفسك دلوقتي، انت عاوز ايه، انت شاطر في ايه، ابدا اشتغل، ابدا دور، تشوف لك فرص. ما تقعدش ساكت. هو انت اكيد يعني الشغل مش هيجي يخبط على باب بيتك تعالى اشتغل احنا عاوزينك، مش منطق يعني. لازم ان انت تدور على فرص مناسبه ليك بناء على مهاراتك. فطبعا تدور على فرصه سواء كانت عن طريق السوشيال ميديا، سواء كان عن طريق اعلانات ورقيه او معارف او ايا يكن. المهم ان انت تبدا تتحرك، ما تسيبش نفسك واقف مكانك. طيب بعد كده نسمرايزد كده الخطوتين اللي فاتوا. احنا قلنا ايه هم العنوانين اللي فاتوا؟ حد مركز؟ اعرف نفسك وما تسيبش نفسك تقريبا. لا اعرف نفسك وايه؟ وافهم نفسك. ما هي نفس الحاجه. نفس الحاجه. تقول ايه؟ دور على فرصه. ماشي جميل. لازم تجاوب السؤال كامل عشان تاخد في طريقه يعني سمرايزد كده الحاجتين اللي احنا قلناها من شويه بس بطريقه ساينتفك اكتر، اسمها سوت اناليسيس. سوت اناليسيس دي هي اختصار لايه؟ هي بكل بساطه طريقه واقعيه انت بتقيم بيها نفسك. يعني هو نفس الكلام اللي احنا قلناه بس ده بطريقه علميه شويه عشان تعرف يعني اولك من اخرك. طيب سوت اناليسيس او سوت ميثودز هي عباره عن 4 ستيبس، كل حرف بيرمز لكلمه معينه. اول حاجه عندنا السترينث. السترينث عباره عن ايه؟ السترينث عباره عن نقاط قوتك والمميزات اللي عندك. انت جامد في ايه؟ انت بتعرف تعمل في ايه؟ انت واحد دلوقتي بتعرف تعمل، انت في فويس اوفر، فاقول ان انا عندي الفويس اوفر انا كويس فيه. حدد انا بعمل ايه بالظبط في الفويس اوفر. والله انا في الفويس اوفر في انواع، في وثائقي، في كوميدي، في اطفال، فحدد انت ايه بالظبط فيها. دي اول حاجه السترينث، نقاط قوتك. تاني حاجه الويكنس، نقاط الضعف بتاعتك. ونقطه مهمه بس لازم نتعلمها كويس، انه ما ينفعش في اي سيشن او في اي انترفيو حد يقول لك ايه نقاط قوتك وايه نقاط ضعفك. سؤال كلاسيكي قوي وعارفينه وكلام من ده، واكيد ما حدش هيذم في نفسه يقول لك انا ما بعرفش. لا، قول ان انا عندي دلوقتي نقطه ضعف في حاجه معينه، انا ما بعرفش اشتغل تحت ضغط. ونقطه بس ان احنا نشتغل تحت ضغط دي مش معنى اللي هو انا بعرف اشتغل تحت ضغط وكلام جميل. هل انت تقدر تقعد في الشركه مثلا لحد تاني يوم الصبح تطبق فيها عليكم السلام تطبق فيها عشان تخلص شغل؟ اتفضلي اتفضلوا. ده المعنى الحرفي انك تشتغل تحت ضغط. فالويكنس بتاعتك، نقاط الضعف بتاعتك، انت المفروض تتعلم تعرف هي ايه، ولما تيجي توضح تقول انا شغال عليها ازاي. يعني انا وليكن عندي
ضعف في مثلا ان انا مش عارف اشتغل على الاكسل، وانا المفروض كاتش ار اكون عارف اشتغل على برامج المايكروسوفت. فهقول ان انا يا جماعه الاكسل مش احسن حاجه عندي، بس في كورس دلوقتي بتعلم فيه ان انا اطور من مهاراتي فيه. ثالث حاجه وهو الفرص المتاحه، بلاش الكلمه الثانيه، الفرص المتاحه ان انا قدامي دلوقتي كورسات، قدامي اعلانات، قدامي مش عارف ايه، عشان برضو نفس الموضوع ان انا اطور من نفسي. اخر حاجه وهي ثريتس او التحديات والمنافسه اللي موجوده قدامك، ان انت دلوقتي مش لوحدك في السوق، في غيرك احسن منك، في غيرك سابقينك، في غيرك اقل منك كمان. فانت المفروض تكون عارف الاربعه دولت. ودي يعني انت تقعد فيها مع نفسك كده ورقه وقلم، انا كويس في كذا 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 كذا، عشان تعرف تكمل. طيب ايه قيمه السوت ميثود، او احنا هنستفاد بيه في ايه؟ هيعود عليك بفايده في حاجتين: قبل الانترفيو واثناء الانترفيو. قبل الانترفيو ان انت تعرف امكانياتك بالظبط، من غير ما تقول انا جامد جدا ولا انا قليل خالص، لا انت في النص، انت عارف انت اولك من اخرك ايه، فده بيخليك تجهز نفسك بطريقه واقعيه. تاني حاجه اثناء الانترفيو هتعرف ترد على السؤال الكلاسيكي: نقاط قوتك ايه ونقاط ضعفك ايه. ما تقولهمش انا ما بعرفش، لا يعني ما تبينش ان انت كده يعني. طيب طيب سوت فور اور سيلف. طيب هديكم دقيقتين بالظبط، 120 ثانيه عشان الوقت مهم بالنسبه لي. 120 ثانيه كل واحد يفكر فيها كده بالسوت ميثود، كل واحد هو كويس في ايه، ويكنس في ايه، الفرص وكده، وهناخد 5 عينات بالظبط. فمعاكم دقيقتين يعني ايه برين ستورمنج كده ونكمل. خلاص خلصنا يا شباب. لا ال 120 ثانيه عدوا، انت جاي متاخر اصلا. ال 120 ثانيه عدوا، مفيش خلاص. حتى لو كلتها عليكم يعني براحتي، انتوا واكلين عليا نص ساعه يعني مفيش مشكله. طيب ماشي، ها مين جاهز يرفع ايده؟ هختارنا من قدام البورد، هنختاره بعد شويه ثواني. ها اتفضلي عرفينا نفسك الاول. اسراء بديوي. اهلا وسهلا. صوت يا شباب، صوت 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 صوت. تقول ايه؟ نقطة قوتي عموما ان انا بعرف الست، يعني بعرف ان انا خلاص حطيت الحاجة انا هعملها يعني هعملها، مفيش اوبشن تاني ان انا اجلها. ماشي جميل. نقاط قوتك اللي هو انت بتشتغلي ايه بالظبط عشان تعرفي تأدي في الحاجه دي. يعني مثلا هقول لك مثال، انا اتفضلي. بقيت الكشاف اوقات جميل. بتحط في امر ان انا نازله بكره اجتماع مع اطفال ولازم احط لهم خطه، فانا ببقى مثلا بعتلي بجد واحده بالليل وانا عندي اجتماع تاني يوم الساعه 4 فانا بضطر انام، فانا بضطر ان انا باجي على نفسي وبسهر وبعمل خطه اللي هي تعرف تشجع الاطفال. جميل. بس ضعف واضح بقى. شغل الاو ار. إيه؟ كملي اتفضلي. هو شغل الاو ار كملي يعني. ماشي. ده اللي هو ده اللي هو الايه، الاس اللي هو سترينث، دبليو ويكنس. اول حاجه بقى نقطه ضعفي ان انا بتكلم اكتر ما بسمع. تمام حلو. ان انا بتكلم ومش بيهمني رد فعل اللي قدامي، المهم ان انا اكسب عموما. تمام. او ان انا اخد حقي. بعالجها ازاي؟ سترونج يعني. بعالجها ازاي؟ بحاول اسكت على قد ما اقدر، بس للاسف مش بعرف اعالجها. ماشي تمام. طيب بتاع ان انا اطور نفسي، ان انا عموما اي مثلا فرصه قدامي بحس ان هي هتعلمني باخدها، كورس، تدريب، جميل. ايا كان سيشن اي حاجه. جميل. التحديات اخر حاجه، نفسها انا عندي روح التحدي جدا، بحب اخش تحدي جدا وانا مش هخرج غير وانا كسبان. جميل. ده مثال للسترونج اندبندنت ولا عموما كشخصيه؟ لا عموما. ماشي تمام، كلام جميل. ماشي اتفضلي. يلا حد تاني يا شباب؟ اتفضلي عرفينا بنفسك. اتفضلي. الاس سترينث. شباب الصوت صوت. سترينث القوه، انت بتشتغلي ايه الاول؟ ايه الحاجه اللي انت كويسه فيها؟ ماشي اتفضلي. اتفضلي. جميل. الصوت شباب، الصوت لو سمحتوا الصوت. مفيش مشكله. تمام. الايه الاوبورتيونيتيز الاوبورتيونيتيز. جميل. الثريتس، تحديات. ماشي. هي بس الاوبورتيونيتيز ما وضحتهاش قوي. حاولي تفكري فيها. اتفضلي. انا بحب اخش، بحب اخد الكورسات او التدريبات عموما تحفزني انا في مجالي او ان انا عشان استفيد. جميل. لو الحاجه دي هتفيدني وهتعلمني اكثر او تديني شهاده احسن جميل على خير. الايه؟ خلاص ماشي زي الفل.
ماشي اتفضلي ديانا. ماشي، ها حد من الشباب ورا؟ ها حد يرفع ايده؟ عدى 5 دقايق ولا حاجه؟ ها حد من الشباب؟ ها اتفضل. انا شادي محمد. اهلا وسهلا. قلت ان انا الاول كنت ايه بعمل مونتاج. قلت ان انا عندي خبره كبيره شويه في المجال. عملت انواع كثيره من الفيديوهات يعني من تعليمي. منها الفيديو اللي انت عملته لي، فتحيه ليك. كمل. ناس اشتغلت مع ناس زي دارس وكده. من نقاط قوتي ان انا دايما بحاول اخلي فيه نقطه كرييتيف حتى لو مش مطلوبه مني. جميل. يعني الشغل اللي طلب مني 1 2 3 بس بحاول اضيف حاجه سبيسيفيك للشخص اللي طلب مني تبين ان انا يعني ضفت له حاجه. جميل. ماشي. ويكنس؟ ضعف للاسف ان دايما بيبقى في برامج كتيره بتنزل انا مش ابديت فيها. يعني انا متعود على برنامج واحد دايما ان انا بشتغل فيه، وده برضه من التحديات والمنافسات ان دايما في المجال بيتطور يعني. بس للاسف انا ما عنديش وقت ان انا اتعلم غير اللي انا اوريدي عارفه يعني. جميل. الاوبورتيونيتيز تعتبر نفس النقطه برضه، هي ان انا في مجال كتير ان انا اتعلم البرامج الجديده اللي بتنزل دي، وبالتالي اطور من نفسي وناس كتيره تشتغل تطلب شغل يعني. جميل جدا، بالتوفيق لك يا شادي دايما يا رب. ماشي اتفضل. اسمه تمام. عنصرية. طيب ماشي يا شباب، كفايه كده عشان بس الوقت نلحق نخلص. فاحنا كده اصلنا فكره السوت اناليسيز وعملناها كويس. طيب نكمل بعد كده. طيب ماشي. طيب برضو على سيره السوت اناليسيز، اتفضل. السلام ورحمه الله. نقطة مهمة بس احنا عاوزين نتكلم فيها. احنا قلنا دلوقتي السوت اناليسيز انت بتعرف فيها نفسك ومش عارف ايه ومهاراتك وكده، فمحتاجين نكون عارفين الجملة دي كويس. لو انت مش فاهم نفسك كويس مستحيل تقنع حد بيك. اذا كنت انت شخصيا انا مش فاهمني، هتقنع اللي قدامك ازاي؟ ما هو مش منطق. زي ما انت تكون مثلا حد يقول لك اشرح لي حاجة، فانت هتشرحها ازاي وانت اصلا مش فاهمها؟ مش هتوصل له كلمتين يعني. فدي نقطة مهمة. ممكن نقول ان بس بعد اذنك بس ترفع ايدك بعد كده. اتفضلي. بترتب على الثقه شويه. اللي هي يعني مثلا انا دلوقتي لو مش فاهمه نفسي بس واثقه في نفسي عموما، ممكن اعرف اقنعك بيا. فاهم؟ يعني ممكن اكون انا متلخبطه في نفسي بس انا اعرف اقنعك بيا لو انا واثقه في نفسي. هو انت متلخبطه في نفسك ازاي يعني؟ يعني مثلا عندي حاجه ملخبطاني دلوقتي، بس عموما انا عندي ثقه في نفسي كفايه تخليني ان انا اقنعك. ملهاش علاقه باللي انت بتقوله اصلا. انا محتاجه مش وصلاني قد كده. طيب خليها في الاخر، نرجع لها في الاخر يمكن مع ما نكمل توضح اكتر يعني. طيب ماشي. بعد كده ان انت تفهم المكان. انت دلوقتي خلاص فهمت نفسك، فهمت ذاتك، دورت على فرص شغل، فانت بعد كده بتدور على مكان انت هتدخل فيه. فافهم المكان عباره عن عنوانين، هم بيعملوا ايه وهم محتاجين ايه. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي واحد طبيب وليكن على سبيل المثال يعني. فدلوقتي انا بدور على فرصه شغل ان انا اشتغل في مكان فلاني. جميل جميل. طيب المكان ده هو دورت عليه ورحت عشان اقدم فيه، فخلاص حددوا لي ميعاد انترفيو موجود. فانا بلوجيك كده محتاج في الاول ان انا اعرف الناس اللي هيعملوا معايا الانترفيو مين اللي هيعمل معايا الانترفيو، الاتش ار اللي هناك، الاداري اللي هناك، كلام من ده. طيب ماذا بعد ان انا عرفت اللي هيعمل معايا الانترفيو؟ هعرف شخصيته، هو بيسال في ايه، هو مهتم بايه، الحاجات اللي عنده. طيب ماذا بعد؟ افهم المنظمه شغاله ازاي، هم بيديروا الحالات ازاي، هم بيعملوا ايه بالظبط. فده ينطبق على كل حاجه، مش مقتصر بس على مستشفى او غيره. في كل مكان انت محتاج ان انت تسال عن طبيعه العمل هناك، وده هيوصلك لنقطه. انت لما تسال هناك هتعرف السالري بتاعهم بياخدوا قد ايه، هل السالري ده مناسب ليك ولخبراتك ومهاراتك ولا لا. فانت لما تكون يعني عارف وملم بكل حاجه، ده هيديك ميزه قويه، اللي هو انت الراجل قاعد قدامك فتحس هو اللي بيسالك، مش يعني انت اللي بتساله، مش هو اللي بيسالك خالص يعني. فدي نقطه مهمه. طيب وهنا احنا بنستخدم فريم اسمه جوب فيت فريم وورك. يعني ايه؟ هو بتجاوب فيها على هل احنا مناسبين لبعض، ليه عاوز تشتغل معانا، ليه نختارك. وده ياكد على حاجه احنا قلناها من شويه. حد فاكر احنا قلنا ايه في الاول بخصوص الكلام ده؟ عنوان كده قلناه في الاول. اتفضلي. ليه؟ لا قلنا عنوان كبير في الاول في بدايه السيشن. مناسبين. ايوه العنوان اسمه ايه بقى؟ العنوان اسمه ايه؟ زي الفل، انت خدت حاجه فيعني تعوضها بعد شويه. طيب تمام. نوضح شويه دلوقتي. الجوب فيت فريم ورك عباره عن ايه؟ طيب هو عباره عن 3 حاجات، بيقيس 3 حاجات. اول حاجه السكيلز بتاعتك، ثاني حاجه الفاليوز بتاعتك، ثالث حاجه الجروث.
ناخد كل واحده نفصلها حبه حبه. طيب ايه هي السكيلز اللي عندك، سواء كانت السكيلز دي سوفت سكيلز او تكنيكال؟ يعني كوميونيكيشن، يشوف المهارات اللي عندك بتعرف تشتغل ازاي، مهاراتك في الشغل بتاعك، المهم فبيقيس المهارات بتاعتك عباره عن ايه. وده نقطه مهمه جدا، لانه انت مش منطقي هتتقابل في مكان وانت مهاراتك مش كفء او مش عارف تكون مناسب للمكان اللي هو فيه. تاني حاجه الفاليو، ومعلش الفاليو دي انا يعني اخرها السلايد اللي بعدها. تالت حاجه وهي الجروث. انت اكيد زي ما اتفقنا من شويه، لما تدخل في مكان هدفك ان انت تطلع مستفيد اكتر، طالع منه ببوزيشن اعلى، مش ان انت تفضل ثابت مكانك او ان انت تنزل لتحت، يبقى انت كده ما استفدتش حاجه وضيعت وقتك في اللاشيء. طيب الفاليوز، يعني ايه الفاليو؟ اللي هي القيم بتاعتك. هل القيم والمبادئ بتاعتك تتناسب مع ده؟ في الاغلب القيم بتكون متناسبه مع الكل، مفيش مشكله، بس باختلاف الطريقه والكيفيه بتاعتها. طيب يعني ايه برضه بمعنى اوضح؟ القيم زي ما قلنا ان القيم واحده، لكن طريقه تطبيقها ودرجه اهميتها بتختلف من مكان لمكان. زي بكل بساطه التيم وورك، العمل بروح الفريق. في ناس بتعرف تشتغل جماعي، في ناس بتعرف تشتغل فردي. هل اللي بيشتغل فردي ومش عارف يشتغل جماعي ده عيب فيه؟ لا. انت قلت ايوه، قلت ايوه ليه؟ قلت ايوه ليه؟ طيب هل اللي بيشتغل فردي ومش عارف يشتغل جماعي عيب فيه؟ لا، بس انت لازم تكون محدد المهارات اللي عندك، انت بتعرف تشتغل ازاي. تاني حاجه الالتزام والمسؤوليه، زي ما قلنا من شويه، هو معمول ليه؟ عشان المسؤوليه، ان انا قادر اكون قد المكان ده فاقدر ادي ما عندي. لكن لو انا مش مسؤول، الموضوع بالنسبه لي مش فارق، داخل اضيع وقت، داخل عشان فلوس، فاكيد ده مش منطق. تاني حاجه المهنيه والنزاهه، هل انت بتشتغل باخلاق؟ مش معنى اخلاق لو انت ما عندكش اخلاق وقليل الادب، لا مش المقصد، يعني تشتغل باخلاق. يعني لو انت لقيت مشكله وزميلك يعني حصل له مشكله، فانت هتداري عليه ولا تبقى عامل زي العصفوره تروح تفضحه عند المدير والكلام ده؟ فدي النقطه يعني. ثالث حاجه المساواه والاحترام. يدخل في معنى المساواه والاحترام موضوع العنصريه. انت مثلا عنصريه في ديانه، معاك ناس مسيحيين، هل انت مش هتبقى طايقهم، مش هتعرف تشتغل معاهم؟ معاك بنات مش هتعرف تشتغلهم، معاك ولاد مش هتعرف تشتغل معاهم، هيئه الراجل اللي قدامك. فدي تدخل تحت بند المساواه والاحترام، ان انت لازم تتعامل مع كل الناس باحترام وبنفس الطريقه، ما تفرقش ما بين حد والتاني. ومن هنا ده يودينا لجمله مهمه جدا، ان الشركه مش بتدور على حد كويس وخلاص، هي بتدور على ناس شبههم، ناس ملائمه للبيئه والظروف اللي موجوده هنا. ولو مهاراتك مناسبه بس قيمك مش مناسبه، مش هتستمر. حتى لو انت اتقبلت، انت تمام اتقبلت في الاول، بس لقيت ان المكان مش مناسب معاك، طريقه الشغل، الاداره، الناس، الحاجات دي، فانت اكيد مش منطق ان انت هتكمل. يعني ما بني على باطل فهو باطل يعني. طيب بعد كده العنوان اللي بعده، جهز السي في. طبعا السي في ده يعني سيشن طويل يطول شرحه، بس احنا مش بصدد ان احنا نتكلم عليه دلوقتي، بس احنا محتاجين نوصل كام فكره. ان السي في بتاعك هو محتاج يكون بسيط، واضح، مفهوم، ما فيهوش كلاكيع كتير، ما فيهوش لف ودوران كتير. فالسي في بتاعك هو اللي جابك للانترفيو اللي انت موجود فيه دلوقتي، والانترفيو هو اللي هيحدد انت هتكمل ولا مش هتكمل. بمعنى ايه؟ بمعنى ان السي في اللي انت هتقدمه ده هو اللي هيخليهم يتواصلوا معاك، والتواصل بعد ما يتواصلوا معاك هم هيحددوا بقى انت مناسب للمكان مش مناسب للمكان، هتكمل مش هتكمل، الكلام ده كله. طيب بناء على الشغل اللي انت هتقدم عليه، جهز نفسك والسيره بتاعتك عشان تعرف تعرض خدماتك بحيث تكون كل بياناتك كامله. وانتبه ان لازم تكون عارف انت كاتب ايه كويس، مش واخده من شات جي بي تي او واخده من جيميناي وكلام من ده وانت راشق شويه كلام كده وخلاص، انا عندي وعندي وعندي وعندي. الموضوع مش كده، انت محتاج تكتب شويه حاجات، او الكلام اللي انت بتاخده غياب ولا ايه؟ يا جدعان مش مقابله يعني. المهم ان البيانات اللي انت بتكتبها لازم تكون انت عارف كاتب ايه كويس، وتكتب الحاجات البارزه اللي الراجل بتاع الاتش ار اللي ماسك قدامه 100 سي في قدامه يقول لا السي في ده شدني، هو حاطط حاجات كويسه فانا هفلتره عشان تدخل في المرحله اللي بعدها وهي مرحله الانترفيو. طيب بعد كده ايه؟ حضر اجاباتك بفهم مش بصمجه. احنا مش امتحان، احنا اتفقنا في الاول هو مش امتحان، هي فرصه انت بتسوق بيها نفسك بشكل كويس. فجهز نفسك، حضر اجاباتك بفهم. يعني والله انا مش دلوقتي عرفت محمد قال لي ان السوت ميثود ده فانا هدخل له بقى في اي حاجه سوت ميثود. مش كده، مش اسباب من الكلام، لا، اعرف انت كل حاجه هتتسال في ايه، هتجاوب على كل حاجه ازاي، عشان تعرف تألف مواقف او تعرف تتصرف. تمام؟ طيب جهز نفسك لاكتر الحاجات اللي بتتسال، وافهم وركز هو عاوز ايه، واتكلم بناء على كده. وده هنوضحه ان شاء الله في اثناء الانترفيو. زي مثلا شايف نفسك بعد 5 سنين، الكلام البايخ اللي احنا بنسمعه بتاع الانترفيوهات ده، ما علينا يعني. طيب تاني حاجه او اخر حاجه، اعمل بروفا. والبروفا ديت لا تقل اهميه عن كل العناوين اللي احنا قلناها. قد يكون انت واحد بيرفكت ما شاء الله في كل حاجه، عامل سي في كويس، عامل فاهم المكان كويس، محضر الناس اللي قدامك كويس، بس انت واحد يعني متوتر، مش قادر تبقى يعني واثق من نفسك كده قدام الاتش ار اللي قدامك، وحاطط ان الاتش ار اللي قدامك ده هياكلك، هو عاوز يصطادك، مستني الزله بتاعتك على اي حاجه هيترصد لك فيها. لا، الموضوع مش كده.
جهز نفسك، اعمل بروفا سواء قدام نفسك في المرايه في البيت او مع اخواتك، مع اهل بيتك، مع اصحابك، اتكلم قدامهم. يا جماعه انا عملت سكريبت، اسالوني. افتح يا سيدي شات جي بي تي، اساله، قول له اسالني، يعني اعمل ظروف محاكيه للانترفيو اللي انت موجود فيه. طيب بناء على الكلام الكتير اللي احنا قلناه قبل كده في اول حاجه، فممكن نعرف ايه هي الاخطاء اللي احنا بنقع فيها. بس قبل ما نقول الاخطاء اللي احنا ممكن نغلط فيها، هو الصوت مش باين، هو بيقول خليها على الله، تمام؟ فده اكبر غلط احنا بنقع فيه، انه ايه؟ خليها على الله. انت داخل على عماك زي ما تيجي تيجي، واكيد ده ما ينفعش. انت لازم تكون، هو ما اختلفناش يا جماعه، بس عشان ما حدش يفهم غلط، ان التوفيق طبعا بيد ربنا سبحانه وتعالى، هو اللي مقدر لك كل حاجه، بس احنا بناخد بالاسباب. فانك تاخد بالاسباب ده مهم، ما تدخلش على عماك كده زي ما تيجي تيجي. طيب ها، مين يرفع ايده ويقول لنا ايه الاخطاء اللي احنا بنقع فيها؟ شركات جديده، شركات جديده. ها الجماعه اللي ورا، ثواني ثواني. ها الجماعه اللي ورا، نختار ولا تجاوب؟ اتفضل. ده حقيقي، ده اجمالا. انا هريت في كام عنوان دلوقتي. اتفضل يا سيدي. جميل. شركه ثانيه، اتفضل يا يوسف، عرفنا بنفسك الاول. جميل، خلاص كده. ماشي تمام. شركه ثانيه، اتفضل اسمك الاول. اتفضل يا مؤمن. ممكن تخش تقول له ضعفك في الانترفيو، فبالتالي ممكن توقع من نفسك فرصه او حاجه انت ممكن لا تتجنبها لو انت كنت شفتها. حلوه جدا، جميل. شكرا، اتفضل اسمك. انا سامي يا عمر. جميل، كلام جميل. اتفضلي اسمك. اهلا وسهلا. بنحور على الراجل اللي قدامك. ماشي، عندك اجابه؟ مين اللي رافع ايده؟ طب اتفضلي. بنبقى متحمسين قوي فعاوزين نثبت نفسنا قوي، فبنقدم سي في مليان حاجات وبيبقى مكلكع، فهو بيستوعبنا اصلا. جميل، اتفضلي. ماشي اتفضلي. هم قالوا كل حاجه تقريبا، كل اللي انا كنت هقوله. ماشي تمام، مفيش مشكله. طيب مين اللي جاوب؟ اتفضلي اتفضلي اتفضلي. مين اللي جاوب ورا؟ مين؟ يوسف؟ اتفضل. مين؟ عمر؟ مصطفى؟ معلش يا شباب، معلش يا شباب. ماشي طيب. اللي بعده. طيب يبقى تاني كده سريعا سمرايز كده. اتفضلي. احنا نكون متوقعين اي حاجه تحصل جوه، اي سؤال غير متوقع خالص. جميل جدا. انت عندك صدر رحب انك ممكن تسمع حاجه كده قوي، ممكن تتوقع فعل من الشخص غير طبيعي. يعني مثلا مره كنت في انترفيو، الصوت يا شباب بس لو سمحتوا الصوت. هو علشان المكان هو بيعتبر ان هو عيله كده، يعتبر هم عايزين حد يدخلوه منهم، بيكونوا واثقين قوي في نفسهم. فهو بيسالني السؤال، حرفيا كان ماسك سيجاره. فالتخصص اللي هو كده عليا، اللي هو قلت ايه؟ عدم احترام. ده بتوترني اصلا، لو عايزني تحطني في قمه التوتر مش هيعمل كده. جميل، ده احنا برضه هنوضحه في السيشن، مسبقه معانا شويه. طب اللي هيتكلم شويه هناخد منه الحلاوه على فكره، يعني عاوزين شويه التزام. طيب ماشي، يبقى سريعا كده الاخطاء اللي احنا بنقع فيها عكس كل الكلام اللي احنا قلناه. ما تفهمش المكان، بتقدم على اي حاجه، ما تعملش سي في، تعمل سي في غلط، ما تبقى متوتر. كل الكلام اللي انتوا قلتوه فهو صح، ما فيهوش اي مشكله. ندخل على الستيب اللي بعدها او الزاويه الثانيه من المثلث اللي معانا، وهو اثناء ما انت بتعمل الانترفيو. طيب انا هبدا بفيديو بسيط كده، يعني مش عارف والله والصوت هيشتغل فيها ولا لا، بس ان شاء الله الصوت يشتغل. ده يمثل دلوقتي المرحله في اثناء الانترفيو. انت خلاص حضرت كل حاجه تمام، مفيش اي مشكله، دخلت الانترفيو، وهنمثل ده بوضعك في لجنه الشفوي. انت بتبقى عامل قدام الدكتور ازاي؟ ماشي. مش عارف والله والصوت، بس يعني اتمنى ان هو يشتغل. بس للاسف الصوت مش شغال، بس مفيش مشكله. المهم يعني ان هو بيعرض ان هو متوتر، ركبه بتخبط في بعضه، مش قادر، مش عارف يقعد على بعضه رغم ان هو مذاكر ومحضر وكل حاجه. يعني الصوت بصراحه بوخ الموضوع، بس مفيش مشكله، نسكيب النقطه دي. طيب الصوت يا شباب، الصوت. طيب قواعد ثابته محتاجين نتفق عليها في الاول قبل ما نبدا حاجه، ودي اصلا هتلخص كلام كتير من اللي احنا هنقوله بعد شويه. اول حاجه الالتزام بالمواعيد. واخدين بالكم يا جماعه اللي جايين وربع وثلث ونص والجماعه دول؟ التزام بالمواعيد دي نقطة مهمة جدا، زي ما يوسف قال من شوية، ان انت لازم انت تحدد لك ميعاد انترفيو في ميعاد معين،
فانت لازم تكون جاي قبل الميعاد ده، يعني تضمنا ان انت ممكن يحصل ظروف في الطريق، مش عارف ايه اي حاجه من كده، فانت تكون جاي في ميعادك. ودي حاجه بترسبكت جدا 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 اي حد بيلتزم بالمواعيد. وانا عن نفسي بصراحه موضوع المواعيد ده تمام، والتيم يعني مش مقصر في النقطه دي. ماشي. بعد كده ان انت تكون فايق ومركز. ما هو مش امتحان انت مطبق له، يعني لازم تكون فايق ومركز كده، عشان ده مستقبلك، مش كام درجه هتاخدها نقصتها تعوضها بعدين، لا ده مستقبل، فرص عمل. فانت لازم تكون محضر نفسك كويس، جاهز، فايق. لو انت زي حالاتي كده بتحب تشرب قهوه، فتشرب قهوه براحتك خالص، ظبط امورك. المهم بس انك ما تكونش نايم على نفسك. ثالث حاجه لبسك يكون مهندم ومرتب. النقطه ديت مهمه جدا يا شباب، ان انت في اي انترفيو بعد ما عرفت المكان اعرف هم بيحتاجوا ايه في اللبس. هل بيلبسوا فورمال، بيلبسوا مش لازم فورمال. اعرف المكان، وانت على قد ما تقدر خليك تكون لبسك مهندم، عشان ده بيدي انطباع مهم جدا عنك، ان لا الشخص ده لبسه مهندم، فده بيعكس على شخصيته. انما لو جاي لبسه مش مظبوط مش معمول، فده يعكس ان هو اصلا جاي مش مهتم، مش على باله الموضوع. ثالث حاجه او رابع حاجه ان انت تكون واثق من نفسك. والثقه دي مهمه جدا ولازم تبني عليها حاجات كتير. والثقه دي يا شباب مش معناها ان انت تكون مغرور متكبر، لا، انت واثق من نفسك ان انت قد الموضوع. زي ما قلتي الثقه مهمه جدا، بس انت لازم تكون باني عليها اساس كويس، ما تكونش هي الحاجه الوحيده اللي انت معتمد عليها. فانك لازم تكون واثق من نفسك، قاعد راسي، مهما يسال مهما يعمل مفيش اي مشكله خالص. الحاجه اللي بعد كده ان انت تتفاعل مع الراجل اللي قدامك وتستخدم لغه التواصل. يعني والله ما يبقاش هو قاعد قدامك وانت باصص في السقف، باصص في الارض، مش مهتم بيه اصلا، لا انت تفاعل معاه، بص في عينه، خلي عينك في عينه، اتكلم معاه، والله اشرح بايدك، وجه، مش عارف ايه، استخدم البودي موشن او البودي اكسبريشن او الفيس اكسبريشن وانت بتتكلم معاه. ودي حاجه مهمه جدا بصراحه، بتفرق برضه في الاتيتيود بتاعك والمعرفه عن الشخصيه بتاعتك. بعد كده طريقه كلامك، يعني ما يسالكش سؤال تقول له اصل والله كانت وتلف وتدور وهو الموضوع عاوز كلمه ورد غطاها. جاوب على قد اللي هو عاوزه، ما يعني ايه، ما تهبطش، ما تتفلسفش كتير. المهم نقطه ما تهبطش دي هي حاجه مهمه جدا، ان احنا بطبعنا كشعب مصري ما بنعرفش نقول مش عارف. كلمه مش عارف دي صعبه، ما بنعرفش نقولها. انت مش عارف حاجه قول انا مش عارف. سالك سؤال مش عارف اجابته، يعني ما تقولوش مش عارف صريحه، يعني حاول ادي لنفسك كده براح 5 ثواني 10 ثواني انك تفكر كويس. بعد كده قول له لا والله انا ما عنديش المعلومه. هو هيحترمك ان انت ما عندكش المعلومه، مش بتضحك عليه، مش بتكذب زي ما قلنا ان انا اقول ان انا عندي بعرف اشتغل في الاخر ما بعرفش اعمل حاجه. فدي نقطه مهمه جدا. طيب بعد كده اهم نصيحه عاوزين نقولها، ان انت فكر كويس قبل ما تشتغل، فكر كويس قبل ما تطلع كل كلمه، لان كلامك انت محاسب عليه. ففكر كويس في كلامك الاول، وبعد كده اتكلم. يعني ادي لنفسك 5 ل 10 ثواني، يعني حتى لو قالك اسمك ايه، يعني مش لدرجه انت تفكر استنى افتكر، انت مش بتفتكر اسم قريبك يعني. فدي نقطه مهمه جدا. طيب ندخل بقى في الحاجه المهمه جدا 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 اللي هي معانا دلوقتي، وهي اهم سؤال اثناء الانترفيو، عرفني بنفسك. طيب احنا ممكن ناخد عينات كده، مين يقدر يقول لي يعرفني بنفسه ازاي؟ حد يرفع ايده. طب اتكلم الاول، اتفضلي. اسماء السعيد محمد، خريج فرقه الثالثه الطب البيطري جامعه العشرين. ممكن على مدار السنين يعني، فكان تطويري يعني تبع الشغل بقى اللي هم محتاجينه. فممكن اقول الحاجات اللي هم يعني مثلا لو هم بيهتموا بالجرافيك والحاجات دي، او اللي هي السكيلز اللي تبع الويب سايت اللي هم محتاجينها بس. تمام. طيب ماشي جميل. حد تاني عنده مشاركه؟ طيب ماشي، هناخد مشاركات تاني بعد ما نخلص. طيب بص، سؤال عرفني بنفسك عشان هو بيبقى سؤال اتفضلي، عشان هو بيبقى سؤال جوهري شويه او سؤال محوري شويه بيدور عليه كل حاجه يعتبر. فاحنا محتاجين بس نأصل كام فكره رئيسيه وانت بتجاوب على السؤال ده، وده سؤال مهم جدا للاغلب. فيعني ايه، يا ريت نركز كده شويه ونرفرش. انا كمحمد صراحه يعني بعتمد الطريقه دي او بصنفها بطريقتين. اول حاجه ان انت لما تيجي يقول لك عرفني بنفسك، ما تدخلش تتكلم انا شغال وشغال وعندي، لا، خد الموضوع بالراحه، ما تستعجلش، كل حاجه هتيجي في وقتها. فاول حاجه عرفه ببياناتك الشخصيه. على سبيل المثال انا محمد حاتم، عندي 21 سنه، فرقه رابعه كليه الطب البشري جامعه كفر الشيخ. جميل، بس ده اللي انت عاوز تقوله. ويا حبذا لو تقول انا ساكن من محافظه كفر الشيخ، فانت اديته يعني سمرايزد كده بسيط عن الشخص اللي واقف قدامك ده هو مين. ولو انت خريج هتقول له انا خريج، معايا بكالوريوس، معايا مش عارف ايه. ده اول حاجه. تاني حاجه ان انت بقى تتكلم فيها عن نفسك، تبدا بقى تطلع الشخصيه النرجسيه اللي قدامك اللي جواك، قول بقى انا عندي وعندي 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 وهكذا. بس برضو
حاول ان انت ما تقولش والله انا شغال كذا وعندي كذا ومش عارف ايه، لا حاول ان انت تجيب الموضوع عن طريق ستوري تيلينج. وعلى سيره الستوري تيلينج، يعني زي ما الدكاتره بيشرحوا لنا في المحاضرات سواء كانت الطبيه او الغير طبيه، دايما في اغلب شرحهم في اي مواضيع صعبه او اي مواضيع في العموم يربطها لك بكيس، يربطها لك بحاله، يربطها لك بسيناريو، يربطها لك بقصه، لان القصه اصلا انت بتفتكرها. يعني انا فاكر محاضرات كتير انا مش فاكر المحاضره نفسها، بس فاكر القصه اللي الدكتور حكاها وان الشخص اللي جاله عمل معاها ازاي وهكذا. فنقطه ان انت تتكلم ستوري تيلينج دي مهمه جدا. طيب هنوضح ازاي دلوقتي؟ زي ما قلنا الناس مش بتفتكر الكلام، بتفتكر القصص، فاحنا هنوضح دلوقتي ستوري تيلينج عباره عن ايه. طيب بكل بساطه انا هقول مثال عليا وبعد شويه هسمع منكم امثله، تمام؟ طيب انا دلوقتي زي ما قلت لكم عرفت البيانات الشخصيه محمد حاتم كذا كذا كذا. اعرف عن نفسي في قصه ازاي؟ بكل بساطه انا طبعا لازم ابدا. انا بديت من فين الاول؟ انا دلوقتي كنت في ثانيه ثانوي، كنت شغوف شويه بمهارات الاتش ار، وبديت ان انا دخلت كيان تطوعي تبع الاتش ار في منظمه مش عارف كذا، كنت فيها الاول ممبر، بعد كده بعد سنه بقيت هيد ليدر، وكنت بقيت هيد ليدر عشان الليدر رشحني ان انا كنت شخص كويس وشخص كفء وشافني قد المكان، مش نرجسيه بس على سبيل المثال، وشافني قد المكان، تمام؟ فبالتالي هو شاف فيا مهارات كويسه. فبعد كده انا قعدت في المكان ده سنتين ثلاثه، اشتغلت فيهم وطورت حاجات كتير وكلام من ده. بعد كده رحت في مكان تاني، طورت شغفي في حاجات تانية، اتعلمت حاجات تبع الفويس اوفر، اتعلمت حاجات تبع الكونتنت كريتور، اتعلمت احكي عن نفسك بطريقه قصه ومشي في هكذا الموضوع. خد كل حاجه بهنت بسيط، انما ما ينفعش تقول له انا والله شغال في المكان الفلاني وخلاص. ماشي، ما هو عارف، ما هو انت اصلا السي في بتاعك مكتوب فيه ان انت شغال في المكان الفلاني وعندك الخبرات، بس انت بيع له نفسك زي ما قلنا في الاول، سوق نفسك. الانترفيو ده عباره عن ايه؟ فرصه تسوق بيها نفسك، فلازم تقنعه بشكل كويس. فدي نقطه مهمه جدا، تمام؟ طيب ممكن يطلب منك وانت بتتكلم، انت مثلا واحد دلوقتي اتش ار، بما ان هو سيشن اتش ار، فممكن يقول لك دلوقتي قول لي مثلا مشكله حصلت معاك انت اتصرفت فيها ازاي او عملت فيها ايه. ففي المرحله دي احنا بنستخدم حاجه اسمها ستار ميثود. ومعلش ان انا بستخدم اختصارات او ساينتفك عشان بس نبقى دماغنا مترتبه وعارفين احنا بنتكلم ازاي، ما يكونش كلام عشوائي بنقوله وخلاص. طيب حد يعرف ايه هي الستار ميثود؟ اتفضلي. الار الاخيره ار ريزلت، النتيجه. كلام جميل، لا ده كلام محترم جدا. خدتي حاجه؟ خلاص مش مشكله، ماشي. طيب ستار ميثود زي ما زميلتنا قالت ان هو ان انت بتقيس فيها كام حاجه، قالت الاختصارات هنوضحها دلوقتي. طيب الستار ميثود هي طريقه بتستخدم لتنظيم اجاباتك في اي انترفيو. طيب هي ليه هي مهمه؟ بتخلي كلامك منظم مش عشوائي زي ما قلنا من شويه. تاني حاجه بتخليك فاهم وبتفكر كويس وواثق من نفسك، مش يقول لك، مش لما يقول لك قول لي تاسك انت عملته فاجي يقول لي والله اصل انا حليت المشكله. طب حليتها ازاي؟ ما هو فهمني انت عملت ايه عشان اختارك، تمام؟ طيب ثالث حاجه بتخلي اللي قدامك يقتنع بيك. حرف الطاء جاب الغلط فمعلش يعني مفيش مشكله. طيب تخلي اللي قدامك يقتنع بيك. تستخدمها امتى؟ لو سالك احكي لي موقف حصل معاك تحت ضغط او حليت اي مشكله ازاي، وده اللي احنا هنوضحه دلوقتي. طيب ستار ميثود هي كلمه بترمز كل حرف لكلمه معينه. الحمد لله الكلمات المره دي سهله ما فيهاش حاجات كبيره يعني. المهم اول حاجه الاس فور سيتويشن، التي فور تاسك، الاي فور اكشن، الار فور ريزلت. طيب ناخد كل حاجه نتكلم فيها. الاس فور سيتويشن، انا حصل معايا موقف، كنت مسؤول عن ايفنت مطلوب مني ان انا اطلع فيه اجيب فيه 100 شخص، ده المسؤوليه اللي عليا، فانا بوضح فيه بحكي الموقف كان عندي ايفنت. طيب التاسك دوري فيه كان ايه؟ دوري فيه كان اتش ار، فانا المفروض عملت ايه؟ جهزت تيم البيانات زي ما احنا بنعمل مع يوسف والشباب بتوع الاتش ار، ان احنا بنجهز للفورم والكلام ده. الاكشن، انت التاسك بتاعك، انت مهمتك ايه؟ ان انت كاتش ار. التاسك الاكشن بقى انت عملت ايه؟ حليت المشكله ازاي؟ والله لقيت ان في ناس بياناتهم مش كامله، تواصلت معاهم وخدت البيانات. لقيت ان في ناس مش عارف اوصل لهم، لا رحت جبتهم من بيتهم وجبتهم عشان يحضروا، مش عارف ايه، حليت المشكله. واخر حاجه الريزلت، النتيجه النهائيه، ان انا طلعت الايفنت الحمد لله بصوره كويسه. الشيت بتاعي كان فيه كل بيانات الاعضاء، وقس على ذلك دلوقتي مثلا في عمليه جراحيه، انا الموقف كان عندي عمليه صعبه جدا وما كانش معايا الاستاف الكامل، الدكتور المساعد اللي معايا ما جاش. طيب انت دورك كان ايه؟ انا الطبيب المسؤول. طيب انت عملت ايه؟ اشتغلت وعملت العمليه وعملت مضيت كونسنت وكلام من ده. في الاخر الحمد لله النتيجه طلعت كويسه من غير اي مضاعفات، من غير اي حاجه، فاللهم لك الحمد يعني، ده توفيق من ربنا. طيب يبقى نرجع لبعد كده او قبل كده نقول الستار ميثود ان هي مهمه في احكي لي موقف حصل معاك. وانت برضه وانت بتتكلم في الستوري تيلينج وانت بتحكي عن نفسك
استخدم الستار ميثود. يعني انا والله فلان الفلاني وبحكي قصتي، ومن ضمن الحاجات المشاكل اللي حصلت معايا موقف حصل، فوضح انت اتصرفت فيه ازاي وعملت فيه ازاي عشان تطلع بالنتيجه الكويسه. طيب ماشي، بعد كده خلاص اخر حاجتين في الستيب ديت، اسال على كل التفاصيل. زي ما قلنا في الاول، الانترفيو هو عباره عن عمليه تقييميه، انت وهم، انت بتسال وهم بيسالوا. ما تكونش معتمد على انه هو بس اللي بيسالك، لا، ما انت كمان ليك دور. اما انت موجود ليه يعني؟ هو مش امتحان، هو بيسالك وانت بترص الاجوبه خالص كانك قاعد في امتحان شفوي. اساله الشغل عباره عن ايه، استفسر منه على كل التفاصيل، مواعيد العمل، المقابل، بيئه العمل عامله ازاي، بيئه العمل اللي هي تحت بند الفاليو بتاعتك، القيم بتاعتك مناسبه معاك ولا مش مناسبه. تاني حاجه زي ما زميلتنا قالت، توقع اي سؤال هو ممكن يسالك عليها، توقع ان هو ممكن يستفزك. اتفضلي. بتسالي على اغلب التفاصيل اللي انت محتاجاها. الايه؟ تاني معلش. ما تسالش عن حاجات هو مقدمها ليك اصلا قبل كده. بمعنى؟ ما فهمتش. الشغل من كذا لكذا، ده طبيعه شغلك، ممكن مثلا هو يكون بيفيد تفاصيل قبل ما تروح. بالظبط كلام جميل. فزي ما بنقول او زي ما زميلتنا قالت، ما تسالش على تفاصيل هو قالها لك قبل كده او هو معرفك في الاعلان ان احنا شغلنا كذا مش عارف كذا. لا، انت بتسال على تفاصيل مور سبيسيفيك شويه. المقابل بتاعك هتاخد كام، وانت برضه بتحدد المقابل بتاعك بناء على ان انت بتسال جوه وبتعرف المكان، فبتعرف رينج الاسعار ده مناسب ليك مش مناسب ليك وهكذا. ولازم تكون عامل حسابك على اي اسئله ممكن يستفزك فيها، ممكن يسخر منك زي ما عمل، ممكن يحطك في موقف يدخلك في مكان مش كويس وشوف انت هتتصرف ازاي. وشفنا على ديت حاجات كتيره قوي. فبس لازم تكون عارف ان هو لما عمل لك تحديدا الاسئله والضغط والاستفزاز، هو مش عاوز يشوف انت هترد ازاي، هو عاوز يقيس البيرسوناليتي بتاعتك. انت هتردد فعلك عامله ازاي، هتبقى واثق من نفسك، لا هتهتز، مش هتعرف تجاوب، كلام من ده. فدي نقطه مهمه جدا لازم تكون عارف. طيب، من ضمن الاسئله الكتيره اللي بتتسال في الانترفيو، شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟ وانا كمحمد شايف ان نقطه السؤال ده هو سؤال قديم جدا، وسؤال يعني الناس البروفيشنال ما عادوش بيسالوه. نقاط قوتك ونقاط ضعفك وانت شايف فين بعد 5 سنين ومش عارف ايه وكلام الفاضي ده. بس ان كان لابد فاعلا، فخليك عارف، قول له انا بعد 5 سنين زي ما قلنا من شويه هتعلم عندكم مهارات كويسه وهطور من نفسي، ممكن اخد بعد كده بوزيشن اداري، فبالتالي انا هطور من نفسي هتعلم. انما ما تقولوش والله ممكن اقعد مكاني، ممكن امشي، ممكن يعني ما على حسب انتوا هتقدموا. لا، انت خلي عندك بلان انت داخل تتعلمها من الاول عشان هم اللي يهتموا بيك. سؤال تاني برضه من الاسئله بتتكرر، ممكن يسالك انت دلوقتي واحد لسه حديث التخرج، ايه اللي يخليني يقبلك عن واحد عنده خبره رغم ان هو مقدم على نفس المكان، وانا كشركه محتاج يكون معايا ناس كوادر. عليكم السلام، اتفضلي. وانا كشركه محتاج يكون عندي كوادر عندهم خبرات. فبكل بساطه انت في الحاجه ديت انت هنا بتديله او بتعرفه الحاجات المميزه عندك واللي مش موجوده عند الناس الكبيره. على سبيل المثال، الناس الكبيره ما بيكونش عندها تفرغ انها تعمل تفاصيل كتيره او شغل مش مطلوب منها او اوفر تايم. لا، انا واحد مثلا كبير اخصائي او استشاري في المكان ده، فشغلي على القد، مور سبيسيفيك، يعني دوامي من 1 ل2، 1:15 ل2 هكون مشيت. لكن انت كواحد لسه فريش جرادويت، لا، انت عاوز تشتغل كل حاجه، عاوز تثبت نفسك، عاوز تبين ان انت بتعرف تعمل كل حاجه. ممكن انت يكون عندك مهارات في المايكروسوفت او اي مهارات عموما مش موجوده عند الراجل الكبير، وده مش عيب، بالعكس دي حاجه بتقويك وبتعدل او بتعوض الفرق الكبير اللي بيبقى موجود ما بين ده وده. فدي نقطه مهمه جدا لازم تكون عارفها. طبعا اخر يعني حاجه مهمه جدا وانت في الانترفيو، ما تنساش تشكر الناس اللي موجودين. شكرا ليكم، كان انترفيو لطيف، مش عارف ايه، ادي فيدباك كويس ان انت ايه، شخص برضو مهندم، شخص مهذب. الحاجات ديت بتفرق في الاتيتيود بتاعك. طيب ماشي، نعمل كده ايه برين ستورمنج. ايه الاخطاء اللي احنا بنقع فيها في الانترفيو غير الفيديو اللي احنا عرضناه في الاول؟ حد يرفع ايده؟ صدعتوا ولا ايه يا شباب؟ اتفضل. اهلا وسهلا. ممكن مثلا مواعيد مش مظبوطه. كمل. مواعيد مش مظبوطه مثلا، مش لابس كويس، مش طريقه اسلوب كلام مش كويس. تمام. تمام جميل. حد ثاني؟ اتفضلي، عرفينا بنفسك الاول. مين؟ اهلا. جميل. حد عنده مشاركه ثانيه؟ اتفضل.
عرفنا ان انت محمد عادل، ماذا بعد؟ انك احيانا تكون رايح وعندك في دماغك كذا فكره عن صوره معينه ليك في الاول قبل ما تبدا تتكلم يعني ما تعرفش توصلها كويس للي بيسالك لاي سبب قد يكون التوتر بيبقى الصوت يا شباب، الصوت. فتحاول على قد ما تقدر قبل ما تجاوب تكون منظم جوابك عشان تعرف توصل المعلومات اللي عندك كلها ما ترجعش تندم بعدين بعدها يعني. جميل. حد عنده اجابه ثانيه؟ اتفضلي. هو توكل على الله مهما كان جمالك واثق في نفسك قوي من الناس ربنا لا احتمال كبير ترجع يعني كده خالص. دي نقطه مهمه جدا، انه طبعا كل حاجه بتوفيق ربنا. حد عنده اي استفسار او اي اضافه ثانيه؟ في شوكولاتات كتير على فكره يعني، حد عنده اي حاجه؟ طيب ماشي. عندك حاجه عايز تقولها؟ طيب ماشي. نقول كده الاجوبه سريعا اللي انتوا قلتوها. طبعا زي ما قلنا العناوين اللي موجوده بكل بساطه هتعكسها ان انت داخل مش داخل متاخر عن ميعادك، زي ما يوسف قال متاخر عن ميعاد. هثبت حاضر هثبت. داخل متاخر عن ميعادك، مش واثق من نفسك، لبسك مش مهندم، كل الحاجات اللي قلناها من شويه. وطبعا زي ما زميلتنا قالت نقطه مهمه جدا ان انت داخل بمجهودك انا هنجح. لا، عمرها ما كانت كده، عمرها ما كانت كده في امتحانات، عمرها ما كانت كده في حياه، عمرها ما كانت كده في شغل، عمرها ما كانت كده اطلاقا. لا انت لا بمجهودك ولا بقوتك ولا بعلمك هتنجح. كل حاجه في الاول وفي الاخر لازم نرجعها ان هي بمشيئه ربنا، وان هو ربنا لو رايد ليك ان انت تدخل الشغل ده هتدخله، ولو انت مش موفق مهما عملت وكل حاجه مش هتعرف. فبرضه نرجع على العناوين اللي احنا قلناها من شويه عشان نوصل الفكره دي تاني. اول حاجه طبعا ما تكونش ملتزم بالمواعيد، تيجي وانت مغمض بنص عين، مش فايق، مش مركز معاه، مش لابس كويس، متوتر، مش بتتفاعل مع المقدم اللي قدامك، انت قاعد مدي رياكشن واحد كده، مدي بوز. لا يا عمي فك الدنيا شويه، انت مش قاعد في عزا. طريقه كلامك، يسالك سؤال تلف وتدور وما تجاوبش فيها على طريقه السؤال، لا ده مش مطلوب. وانك تهبط تقول حاجات وتفتي وتعمل وتكذب، ما ينفعش الكلام ده. بعد كده ان انت تتكلم بسرعه، ادي لنفسك وقت ان انت تفكر، ان انت ما تعرفش نفسك بطريقه كويسه، تقول تديها كعناوين مصمته، وده حاجه ما تنفعش طبعا. ايه تاني؟ ان انت في الستار ميثود ديت تجيب له النتيجه قبل الاكشن، قبل التاسك، قبل اي حاجه. فلا، احنا محتاجين يكون كلامك منظم وسبيسيفيك شويه اكتر فاكتر، وفي نفس الوقت ان انت ما تسالش على التفاصيل بتاعه الشغل والمقابل والحاجات دي، لان ده اللي هيحدد معاك كل حاجه. وان انت لما يسالك سؤال مثلا انت بتعرف تشتغل احتضار، انت استهزأ بيك ان انت تتقمص وتزعل ومش عارف ايه الكلام ده، وده طبعا اكيد شيء لازم تكون واخد بالك منه، ودي الميستيكس اللي موجوده. طيب ماشي، احنا ممكن نوزع. خدتي؟ طيب ماشي، مين تاني جاوب؟ هديك، مين تاني جاوب من دلوقتي؟ اتفضلي. كمان ومين؟ عادل؟ خلاص محدش. طب عاوز يقول انا جاوبت؟ مش مشكله. طيب وزي ما زميلتنا قالت من شويه ان انت تنتقد المكان اللي انت كنت شغال فيه. اصل والله هم مكان مش كويس، لا يعني ادي ريسبكت للمكان اللي انت كنت فيه، ان هو بشكل او باخر يعني كان ليك رزق منه، بشكل او باخر الناس استضافوك عندهم، بشكل او باخر انت كنت بتتعامل معاهم سواء كان اسلوبهم عامل ازاي، بس انت كنت شغال وسطهم، فده برضه من باب الاحترام للمكان اللي انت فيه. خلاص اخر حاجه قبل ما نخلص نديكم بس بريك كده دقيقتين عشان ايه قبل ما نخلص، واحنا خلاص قربنا نخلص، معانا 10 دقايق ان شاء الله. بعد ما قلنا احنا دلوقتي برضو احنا قلنا ايه؟ قلنا يعني انترفيو، قلنا ايه قيمته، قلنا هو معمول عشان ايه. بعد كده بدينا في الاستراكشر عباره عن تراينجل 3 زوايا، ان اول حاجه بيفور اند ديورنج، واخر حاجه معانا وهي افتر، وانا بعد الانترفيو. طيب بعد الانترفيو انت بيبقى قدامك طريقين، هل انت اتقبلت او لم توفق. خلي بالكم من لم توفق ديت، ان مفيش حاجه اسمها انت اترفضت، لا انت ما اترفضتش، انت مش وحش، انت كويس، انت عندك مهارات وامكانيات كويسه، بس انت لم توفق المره دي لان المكان ده مش مناسب ليك، ان انت ما كنتش جاهز بشكل كافي انك تكون في المكان ده. فبناء على كده انت هتدخل عندك في طريقين. اول حاجه لو انت يعني توافقت واتقبلت زي الفل، انت زي الفل ما فيكش اي مشكله. ولو انت لم توفق فمفيش مشكله برضو، انت كويس وزي الفل، انت جامد وانت قوي والكلام الجميل ده كله. فالمطلوب منك ان انت بعد كده تسمع منهم الفيدباك، اعرف منهم انت ليه اترفضت او ليه ما وافقوش عليك، هل في مشكله مثلا واجهتهم، في حاجه انت ما عرفتش تتصرف فيها، في اي حاجه من ديت. وفي نفس الوقت انت استفدت خبره وتجربه. ومعلش بس احنا عاوزين نوضح فكره مهمه جدا، احنا في مرحلتنا بما ان اغلب الموجودين طلبه في الجامعات، فاستثمر في نفسك وانت طالب. ايه المشكله اما انت تروح انترفيو 1 و2 و3
اتقابلت هنا ما اتقابلتش هنا مفيش مشكله، انت بتكون خبره كويسه، الخبره دي هتنفعك لبعدين. اكيد وانت طالب انت مش واقف على مصدر الرزق ده او مصدر الشغل ده، لكن فيما بعد لما تكبر ان شاء الله وتبقى موظف في مكان حكومي وده رزق بيتك ورزق اهلك وعيالك واهلك ووالدك ووالدتك، فانت هنا محتاج تكون فعلا عندك خبره كويسه. فنرجع ونقول استثمر في نفسك في كورسات، استثمر في نفسك في تعليم، استثمر في نفسك بخبرات. انت في الاول وفي الاخر انت المكتسب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان احسنتم لانفسكم، يعني انت يعني الفايده اللي هترجع لك دي ليك انت، مش لاخوك، مش لزوجتك، مش لولادك، مش لوالدك، مش لوالدتك، ليك انت نفسك. وان اساتم فلها، عليك انت ضريت نفسك، ما اتعلمتش ما عملتش، فانت يعني انت المتضرر. محدش هيجي يحب على ايدك ويقول لك اعمل وسوي، انت نفسك لازم تكون شخص مبادر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فاستبقوا الخيرات، الخير ده في كل مكان، الخير ده كعلم، سواء كان علم ديني، علم دنيوي، شغل، حاجات من كده. احتسب دايما نية ان انت بتعمل او في مكان تطوعي او في مكان شغل ان انت بتتعلم منه، ان انت بتبتغي بيه وجه ربنا، ان انت ده مصدر رزق ليك، فتؤجر على كل حاجة حتى ولو كانت بسيطة. بعد كده وزي ما بنقول mistakes are proof that you're trying. الاخطاء معناها ان انت بتتعلم. لو انت اخطات فده شيء كويس، اخطات المره دي هتتعلم المره الجايه، اخطات المره الجايه هتتعلم اللي بعدها، اخطات المره اللي بعدها لا يبقى راجع نفسك، يعني مش للدرجه دي يعني. هو انت برضه يعني مش معقول برضه يا جماعه. طيب زي ما قلنا مفيش حاجه اسمها I failed، اسمها I learned. انا مش بقع خلاص، لا، لكل جواد ولكل اسد وليه لكل جواد كبوه ويعني ايه مش مهم، ما علينا. المهم اي فيلد، ما اسمهاش اي فيلد، اسمها اي ليرن. انا بتعلم، بستفيد خبره، بستفيد من كل حاجه. وكده احنا نكون وصلنا لنهايه السيشن بتاعنا. حد عنده اي اسئله؟ مفيش اي اسئله؟ معقوله الكلام كان واضح؟ اي اسئله او اي حاجه؟ اتفضلي. طيب بكل بساطه، هو سؤال مهم. ثواني الصوت شباب. زميلتنا بتسال تحل ازاي مشكله اللي هو ترتيب الاسئله وان انت ما تتسرعش ازاي. زي ما قلنا اول حاجه انت بتفكر قبل ما تتكلم، ادي لنفسك 10 ثواني تفكر فيهم قبل ما تتكلم. جميل، فكرت الموضوع في دماغك، سالك دلوقتي عرفني بنفسك، ما تقوليهوش انا بشتغل كذا، عرفي بنفسك، افرضي طريقتك وشرحك عليه هو، بحيث لما يجي يسالك سؤال يكون من ضمن كلامك اللي انت قلتيه، ما ياخدكيش او ما ياخدكيش لنقطه بعيده خالص عن اللي انت بتساليها، فانت كده تكوني ما عرفتيش تجاوبي، اتوترتي ورحت بعيد عن المحتوى. لا، خد الموضوع ستيب باي ستيب، اتكلمي معاه بالراحه. انا دلوقتي كل ما تكون منظم كل ما هتعرف تجري انت الحوار، حتى وهو اللي بيسالك، مش انت اللي بتسالها، مش هو اللي بيسالك. فعرفني نفسك، انا فلان الفلاني، كنت من الاول بديت الموضوع كذا، مهارات انا اتعلمتها. فهيسالك ايه المهارات اللي انت اتعلمتيها وتعلمتيها ازاي، فتقولي له 1 2 3. طيب بعد كده حصل معايا موقف كذا كذا، اتصرفت فيه ازاي؟ طب انت اتصرفت فيه كده ليه؟ اتعلمتيها؟ فبيسالك سؤال من الكلام اللي انت قلتيه. انت دلوقتي خلاص اديتي له المعلومات الاساسيه، المهارات الرئيسيه اللي عندك، باقي ما باقي هو يعتبر تحصيل حاصل، ما فيهوش مشكله. لكن الاسئله اللي ممكن تبقى خارج النص او غير المألوف هي اللي هو يستفزك. انت هتقعد بعد 5 سنين يا عم، وانا مش ضامن عمري اللي بعد دقيقه، يعني هشوفك بعد 5 سنين. فدي النقطه. اتفضل يا محمد. عايز اسال حاجه خاصه بيك انت. انا؟ لازم يعني. اتفضل. انت عايز اعرف لو في فيديوهات او كورسات معينه مش بتاع عشان تطور من الانترفيو سكيلز عموما، يعني ما تبعتها لنا على الجروب او تقول لنا عليها خاصه يعني. انا شخص نرجسي يعني كده. والله ماشي. طيب نرد على النقطه دي. نقطه الانترفيو كده، لا بصراحه ما فيش يعني كسكيلز او حاجات معينه هي ما اتعلمتهاش قوي على قد ما هي كانت عندي انا بطبعي. نقطه الالقاء عندي كويسه. عندي شويه صوت مش نرجسي، بس يعني خلينا نتكلم بصراحه شويه. نقطه الالقاء عندي كويسه، بعرف ادير الحوار برضو عشان انا كنت عندي خبرات قبل كده. زي ما بقول لك انا كنت في المميز والمتميز، كنت في ليدر 3 سنين. ف3 سنين في مكان واحد ده برضو كفيل ان هو يعلمك من ناس اكبر منك وناس اصغر منك وناس قدك وخبرات مختلفه. فبناء عليه عرفت ان انا ادير انترفيوز كتيره. انا عملت انترفيوز كتيره وانا في ثالثه ثانوي مع ناس قدي واكبر، وكنت HR في المنظمه دي. وبعد كده فبالتالي ده اداني خبره ان انا مش هيبقى اي انترفيو في امتحانات الشفوي عادي، ايه المشكله داخل امتحان شفوي واثق من نفسي مجهز كل حاجه فعارف اتكلم. فدي نقطه يعني، بس مش نرجسيه والله يعني. حد عنده اي سؤال تاني؟ طيب في النهايه يعني شكرا لكم جدا على حضوركم،
شكرا جدا ليكم على وقتكم، شكرا جدا ليكم على يعني مقدر جدا والله كل المجهود اللي انتوا عملتوه، ان انتوا جيتوا لحد هنا، فدي حاجه كبيره قوي بصراحه. ده يعني الماي كارد، يعني لو حد حابب يتواصل او حد حابب يسال عن اي حاجه، طبعا الداتا بتاعت السيشن هننزلها على الجروب. يعني انا مش محتكر حاجه، العلم لله طبعا يعني، وفوق كل ذي علم عليم. فده كان السيشن، اتمنى ان تكونوا استفدتوا منه وما كنتش طولت عليكم، كنت ضيف خفيف لطيف كده على قلوبكم وبس. شكرا جدا لكم على حضوركم.